بس أسأل حضرتك سؤال. أنا كنت في جامعة ليا أتقدم وأهلي رفضوه كذا مرة. وفي الآخر هم وافقوا عليه. طب الحمد لله. المهم احنا اتجوزنا وقعدنا 3 سنين جواز. والعيال جم؟ لا، هو أنا لسه حامل. الله بالسلامة، وانت وكل اللي زيك يا رب من الحوامل يقومنا بالسلامة. ربنا يخلي حضرتك. المشكلة ان مامته بتغير مني. حطاني في دماغها مواقف مش لطيفة. اخر حاجة حصلت ان هي هزقتني في بيتها، واخوه شتمني وهو واقف ساكت مردش. ممكن من فضلك تقولي الموقف ايه يا اسراء؟ الموقف اللي حصل فيه القرف ده كله، الموقف يعني انت عملت ايه فهاجوا عليك كلهم؟ الموقف ان احنا كنا كلنا بره. هو احنا يعني في صيف وكده، يعني خرجنا مصيف. فكنا كلنا نزلنا وانا ماشيه انا وهو. فلما روحنا البيت انا وهو يعني قالوا له ان احنا ما استئذناش منهم. فمامته كسرت في وشي وقالت لي انتوا ما استأذنتوش مني، وخالتي كمان كسرت في وشي، وبقت المعامله مش حلوه. كان المصيف قرب يخلص ولا ما لحقتوش تتهنوا؟ نعم؟ كان المصيف قرب يخلص ومروحين بكره ولا ما لحقتوش تتهنوا؟ كان تاني يوم. ايه؟ كان تاني يوم على طول. يا خبر اسود، قضيتوا المصيف في نكد ولا رجعتوا؟ هو احنا سيبناهم ورجعنا. وهم يكملوا؟ هما هيكملوا. بس هو طبعا انا لما لقيت الوضع كده ان مامته مكسره في وشي وخالته مكسره في وشي، يعني انا قلت له ما ينفعش. انا مش جايين مثلا ان احنا نغير جو. صحيح. مثلا يقلبوا وشهم في وشي. صحيح. حصل بقى اتلككوا لي على كذا حاجه. بقيت طب ليه ما جيتيش انت وجوزك وقلت سوري؟ ليه يا حبيبتي ليه؟ مامته قالت ما استأذنتوش. لا اصل احنا كنا يا ماما يا خبر نقدر نمشي من غير ما نستأذن منك، بوسه على الهوا. وكان عدى الموقف. ليه يا اسراء؟ ولا انت بتلقطي يا اسراء؟ عايزه برضو تكبري الدنيا. يعني ليه ما عدتوش الموقف كده؟ يا نهار ابيض. وتبص لجوزك وجوزك يبص لك، هو احنا ما استأذناش من ماما يا اسراء؟ وتضحكوا وكفك في كف وتغزوها اكتر. قل موتوا بغيظكم. والله اللي زيها ده يموت بغيظه، لانها حما هبله. اصل رايحه تعمل عمده هناك. زمان العموديه خلص. استأذنتوا مني ما استأذنتوش مني، تلاكيك فارغه. لكن كنتوا عالجتوها. يا خرابي يا اسراء من غير الهمزه يا بت. يعني انت اسمك ممدود اسراء، كان قصره وقال لك اسراء احنا معقوله ما استأذناش من ماما؟ يا كفك. فكانت ماما تقول ايه؟ يلا غور بيها وتعدي الدنيا وتعيشوا كباب حله.